إذا أراد الله، شوية الكلام عالي، أن يوصل شيئا أو أن يخلق شيئا، إذا أراد توجه إليه دون ما كن ودون ما حرف ودون ما صوت، لأن الكل مخلوقون الله. لكن إذا أراد توجه، فخلق الأمر كامل التقدير. وإذا أراد أن يتوجه إليك بالود جعلك وليا ولو بجلسة واحدة. إذا حصل الصدق بالدين والتوحيد والمحبة والتسليم متشكك لا يصل. ملتفت لا يفلح. أي سادة، إذا أراد أن يوصل كلامه توجه بذات الكليم. الكلام صفة ذاته، فلا هي عين الذات من حيث التقدير المشاهد، ولا هي منفصلة عن الذات من حيث أن الصفة أصلها ذات. وانتهى كلام الفلسفي مع الإمام التفتازاني رحمه الله. فإذا قدر صارت صفة التقدير فسميت صفة. إذن الله كريم بذاته، فنظر إلى جبريل بصفة الكلام فملأه كلامه القدسي، فحمل جبريل الكلام بعد هذا التوجه بذات كلامه القدسي، فجاء فحول هذا الكلام إلى حرف وصوت. إذن ما هو، شو انظروا معي، إنه لقول رسول كريم. القول قول رسول، ولكن التنزيل تنزيل من رب العالمين. شوفوا التوافق والتعانق بين نصوص الآية. إذن ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فإذا أراد الله أن يكلم عبدا نزل مع الكلام رحمة، وفصم عنه وجوده الطبيعي الترابي، وجعل روحه في عالم آخر، فحكاه الله بروحه دون ما قصد ولا معرفة إلا بما عرف. هذا معنى الحديث يفصم عني، يقول عليه السلام الله. فجاء جبريل بالكلام، وهذا من معنى الإلهام. كيف يكلم هكذا؟ يقع الكلام دون ما قصد وإرادة، لا هو نائم ولا هو مستيقظ، فصم عنه فيرى ما لا يرى ولا يرى إلا بما رؤي. فالعبد لا يدري، ولكن إن دري عنه ماذا يصنع؟ يا أهل التوحيد والتجريد والتفريد. فجاء جبريل عند ذلك فحول الكلام القدسي بما أملي عليه إرادة من ذات الكليم، وحوله إلى كلام بما وصل إليه بدون صوت وحرف، فحمله وتكلم بالحرف والصوت. إذن إنه لقول رسول. القول قول رسول، ولكن الأصل تنزيل من رب العالمين كلام الله. إذا نسب النور إلى الله ذات، الله فوق الأنوار، مثل نوره نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاج، الزجاج كأنها كوكب دري يوقد. الله. ويضرب الله الأمثال، فالمثل يكون عن أصل،
فالله انتبهوا معي ليس نورا، الله فوق الأنوار، الله ذات لا ماهية له، هو الأول وحده ولا وجود، وهو الآخر بعدما أوجد الوجود، ويفنى من يفنى ويبقى من يبقى، وهو الواحد القدوس الموجود، وهو الذي أظهر فهو الظاهر، أظهر آياته بكل خلقة أو بكل مخلوق صغير من الذرة إلى العرش آيات.